بالنسبة للجماعة توصل إلى المسجد وتصيب الإمام صلى بالناس، خلاص صلى بالناس وسلم، ما يجوز لهمش يروحوا يديروا جماعة جديدة في المسجد الراتب، المسجد الراتب اللي عنده إمام. أما المصليات التي تقع في الطرقات ولا في محطات المسافرين في المطارات، هنا يجوز تعدد الجماعة ولا شيء في ذلك، ولكن المسجد اللي عنده إمام راتب لا يجوز عندنا معاشر المالكية. لماذا؟ لأن الناس ستستهين بالإمام الراتب. الجماعة الأولى أو عارف الوقت اللي يوصل يقدر يدير جماعة، يولي يستهين بصلاة الجماعة، يستهين بالصلاة وراء الإمام، يعني لا يهمه أن يصلي مع جماعة الإمام، وهذا يؤدي إلى تقسيم المسلمين وإلى تفرقتهم. ثم كل طائفة من المبتدعة يقولوا ما يعجبهمش الإمام